الاقتصاد المصري في الحضارة المصرية القديمة. كانت مصر القديمة أساسا بمثابة ما يسمى دولة إمداد، فكانت المنتجات الاستهلاكية تسلم لمؤسسات الدولة أو المعابد، والتي كانت بدورها تقوم بتوزيع الطعام والبضائع التموينية الأخرى على السكان على أساس من التقدير العادل لاحتياجات كل فرد. وكان بالإمكان الإتجار بالأسواق المحلية في البضاعة الزائدة، وهو نظام ساعد على ملء الفراغات في انسياب حركة الإمداد. وكانت حركة التجارة بين المناطق تدار عن طريق المؤسسات التي كانت تقيد بفائض إنتاجها الخاص. وكان هناك تجار يعملون لحساب تلك المؤسسات كوكلاء في عمليات تبادل البضائع. وتظهر بعض الجداريات الباعة عادة جالسين على الأرض أو على مقعد منخفض وهم ينادون على بضاعتهم، بينما يظهر المشترون واقفين. وكانت تعرض الأطعمة والسلع الرئيسية في السوق، مثل الخبز والجعة والسمك الطازج والجاف والخضروات.